السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعي السوبر تايم آلاوي في كل مكان ومساء الفل. كلنا طبعا متابعين كل الأحداث اللي تمت وبتحصل وشايفينها كلنا بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي بطل أفريقيا مع النادي السوداني الهلال، اللي مفروض نقول النادي الشقيق. كلنا شفنا حرب التصريحات اللي طلعت من جانب الهلال السوداني، وكلنا شفنا بعينينا بعد اثناء المباراه وبعد انتهاء المباراه المشادات والاحداث اللي حصلت بين اللاعبين وبين الجانب السوداني. كلنا شفنا حرب التصريحات اللي طلعت من جانب المسؤولين في الهلال السوداني، منهم اللي قال ووجه وقال بنهدي الفوز على النادي الاهلي للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وايه اللي دخل الزمالك وايه اللي دخل المستشار؟ ده الجواب عندهم مش عندنا احنا، الله اعلم. وكلنا شفنا بقى ال الكلام اللي طلع على مواقع نادي الهلال، على الفيسبوك او على تويتر او على اليوتيوب، وبيقولوا بقى طبعا هنا المقبرة، هنا انتهاء تاريخك، هنا نهايتك، هنا. اولا بس احب انوه بس واقول للجانب السوداني: انت ما كسبتش النادي الاهلي عشان انت اكبر، ما كسبتش النادي الاهلي عشان انت افضل، ما كسبتش النادي الاهلي عشان انت اعرق، ما كسبتش النادي الاهلي عشان انت اقوى. النادي الاهلي تم اداء المباراه او تم هزيمته في هذا اليوم بابناء العاملين، بابناء ناديه، يعني بايده، سواء الاخطاء الفنيه او الاخطاء الاداريه او الخطا الفادح اللي عمله محمد الشناوي اللي اهدى للهلال هدف الفوز، بجانب طبعا الاخطاء الخارجيه، الحكم الضعيف، الاجواء التي لا تصلح انها يتلعب فيها كره قدم، او طبعا سوء ارضيه الملعب اللي لعب عليها او اللي اتلعب عليها المباراه. النادي الاهلي مش هيتكسر عشان ماتش، النادي الاهلي مش هينتهي عشان ماتش. انت ما عملتش حساب جمهور النادي الاهلي، ما عملتش حساب اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي العملاق المصري الكبير. اسم النادي الاهلي لو ربع جمهوره حب او فكر انه يزحف ويعدي الحدود، هيجيب نادي الهلال والخرطوم والسودان في علبة ويجي يحطها قدام محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. ولكن احنا مش هنقول الكلام ده، احنا كبار، والنادي الاهلي كبير بجمهوره وبتاريخه وباسمه وببطولاته. النادي الاهلي مش هينساق لهذه الحرب المتعمده من جانب المسؤولين. ولكن للاسف النادي الاهلي او الفرق المصريه وبالاخص النادي الاهلي بنروح تونس بنتضرب وبنتهان وبنتعرض لجميع المساوئات اللي في الدنيا، جميع المساوئ اللي في الدنيا. بنروح المغرب بيتعامل معانا اللي ما بنعملوش مع اي حد خالص. بنروح الجزائر، بنروح ليبيا، بنروح السودان. ليه؟ ما اعرفش. هل هذا ثمن الكبار؟ هل هذا ثمن النجاح؟ ما اعرفش. ولكن للاسف اللي المفروض يدافع عنك سواء الاتحاد المصري اللي هو اصلا المفروض يدافع عن الفرق المصريه بجميع مستوياتها، او حتى المنتخبات، ما بيتكلمش. حتى الاتحاد الافريقي المنوط او المسؤول عن حمايه كل الفرق وكل اللاعبين اللي موجودين في قاره افريقيا، سواء الفرق المحليه او المنتخبات، ولكن مفيش. ولكن الاتحادات سواء الاتحاد المغربي او الاتحاد الجزائري او الاتحاد التونسي بيملكون اتحادات قويه جدا، بتعرف انها تدافع عن فرقها وبتعرف انها تدافع عن لاعبتها وبتعرف ان هي تدافع عن جماهيرها وعن منتخباتها وبيجي حقهم. فين الاتحاد المصري من الحرب المشينه اللي بنشوفها وتصريحات ممكن تؤدي الكارثه بعد كده؟ ممكن التصريحات دي بتعمل تعصب، بتعمل كتير، ولكن الكل صامتون. الاتحاد الافريقي صامت. لابد من وجود عقوبات، لابد ان انت قبل ما تتكلم على سيدك وسيد القاره باكملها تعرف حجمك، تعرف قيمتك. ولكن بنيجي هنا الفرق التونسيه بنشيلها على الدماغ، سواء امنيا، سواء تنظيميا، سواء اداريا، سواء استقبال. الفرق الجزائريه نفس المثل، الفرق التونسيه، الفرق الليبيه، الفرق كلنا اشقاء وكلنا عرب. ولكن ما عادش ينفع المعامله بالمثل. زي ما هنتعامل عندكم سواء تنظيميا او استقبالا او جماهيريا او اعلاميا، هنعاملكم نفس المعامله. جمهور الاهلي كبير، واحنا نوهنا في الحلقه اللي فاتت ان النادي الاهلي درعه الاول والاخير وحصنه الاول والاخير هو جمهوره.
جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي يقدر يحمي فريقه ويقدر يدافع عن فريقه وادارته وجهازه الفني. التعدي على علي لطفي والتعدي على محمد عبد المنعم والتعدي اللفظي على محمد الشناوي عمره ما هيعدي مرور الكرام، وجمهور الاهلي مش هيعديه. سواء المسؤولين بقى نفضوا وعدوا الموضوع ده، احنا مش هنعدي الموضوع ده وهندافع عن لاعبتنا. خساره النادي الاهلي مش نهايه الكون. خساره النادي الاهلي مباراه او اتنين او 10 مش نهايه الكون. خساره النادي الاهلي لبطوله مش نهايه الكون. النادي الاهلي لما بيخسر بطوله بيعوضها بخمسه. ان شاء الله يوم السبت الجاي في مواجهه صن داونز هنكسب صن داونز باذن الله، وان شاء الله النادي الاهلي سيصعد على راس هذه المجموعه قائدا باذن الله للدور نص النهائي. كل التوفيق للنادي الاهلي. ننتهي من مباراه غدا، المباراه الصعبه جدا في الدوري العام، مباراه اسوان، صعبه جدا في توقيتها، صعبه جدا في ملعبها. ملعب اسوان لا يقل اهميه او قوه عن ملعب المحله، بالاخص باللعب في هذا التوقيت اللي هو بعد الظهر. ولكن ونادي اسوان فاز على نادي الزمالك من شهر تقريبا في هذا الملعب. ان شاء الله يفوز النادي الاهلي غدا ويغلق صفحه الدوري الممتاز ويستعد بقوه باذن الله لمباراه صن داونز يوم السبت. رساله لنادي الهلال السوداني وادارته: النادي الاهلي نادي كبير، ما تخليش حد يسوقكوا الفتنه. الله اعلم هتنتهي امتى وازاي، الله اعلم مين اللي هيقدر يرجع الاجواء لمجاريها زي ما بنقول هنا كمصريين. باذن الله كلنا ورا النادي الاهلي، كلنا ورا الجهاز الفني، كلنا ورا رئيس النادي ومجلس اداره النادي الكابتن محمود الخطيب وجميع مجلس الاداره. احنا كجمهور الاهلي الدرع والحصن والقميص الواقي ضد من يعني يحاطون او يحيطون بالنادي الاهلي للوقيعه، او يحيطون بالنادي الاهلي طبعا لطريق احنا مش عايزينه. طريق عايز بقى يدخلنا في فتنه بقى، ويطلع النادي الاهلي ويطلع الاداره عن تركيزها ويطلع اللاعيبه عن تركيزها. عشان ايه؟ عشان تخسر بطوله؟ عشان تخسر ماتش؟ لا طبعا. زي ما قلت، لا خساره ماتش نهايه الكون بالنسبه للنادي الاهلي، ولا خساره بطوله. النادي الاهلي بيخسر ماتش بعد كده بيكسب ماتش و22. النادي الاهلي لما يخسر بطوله بعد كده بيكسب ماتش بيكسب بطوله و2 و10 و20. وكل التوفيق للنادي الاهلي، وكل التوفيق لمجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. القادم افضل باذن الله. اشوفكم على كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.